فوق بيكون احسن. طب ليه؟ عشان التحميل بيكون اعلى في الانقباض والاستطاله عن لما انت تيجي تحط الكيبل تحت. كابل لو تحت عامة في الأوزان الصغيرة هو مش غلط ومش عيب وعادي جدا يتحط في البرنامج، ولكن أنا عندي فيه مشكلة معينة. وأنت بتطلع فوق وبتلعب بالشكل ده، لما بتخلص الوزن بتاعك وأنت في آخر عدة خلاص مش قادر تعبان وعامل كده، ده مع ناس كتير اوقات بيعمل لها مشاكل في اللور باك. فالافضل بكتير ان انت بترفعه كده لفوق، ان انت بتقوم عامل كده وبترايح لقدام بتلعب كده. في نهايه المدى الحركي بتبقى عامل ازاي؟ خلصت، مفيش لف بقى ولا اي حاجه من الكلام ده. امن بكتير خصوصا وانت عمال تزود في الاوزان اهو وعايز اطلع اهو. الموضوع ايه؟ أأمن، وفي نفس الوقت هو انت جسمك متثبت. انت ممكن تثبت الجلوتس عندك في الجهاز من ورا وتقوم طالع كده لقدام. حد يجي يقول لك لا يا كوتش انت كده مش بتشغل اللونج هيد قوي او مش بتعمل لها ستريتش، اصل انت مش عامل زي اكنك ماسك من تحت ورفعت ايه دراعك كده لفوق. يا سلام، يعني انا لما انا جيت قمت ماسك دي وقمت طلعت كده بجذعي وميلته لقدام، انا كده ما عملتش ستريتش اللونج هيد. ما هي نفس الفكره اللي انت لما تيجي تعمل كده اهو، نفس الفكره بالظبط لما انت تيجي تعمل كده وانت واقف. الفكره كلها ان انا ايه، ان انا ميلت جذعي كده، فما فيش اي فرق ما بين دي وما بين دي. واحده اهي دي كده بالظبط هي ايه دي. فالفكره كلها بعد عظمه الهيومرس ان هي تطلع لفوق، تمام؟ فدي مثلا حاجه.